أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء معاكم بولند، ودرس اليوم راح نسوي لكم يا جماعة عن الطريقة الصحيحة لتقديم شكوى للخصوصية. يعني الناس اللي ناشر عنك فيديو لقيت نفسك من فضوح فاضحينك في اليوتيوب مثلا، تقدر شلون تراسل اليوتيوب ويشيلون عنك المقطع اللي واحد ناشر عنك الفيديو هذا. اوكي، الموضوع سهل جدا. طبعا انا سويته حق رفيجتي اللي هي شيماء في بتايا، وبنية راس ريحة مغربية. واحد ماخذ لها من سناب شات مقطع وحاطه في اليوتيوب وكذي. بس اهم شيء انك تسوي حساب على الجيميل وتفتح قناة في اليوتيوب علشان تمشي امورك مضبوطة. ولما تفتح قناة في اليوتيوب يفضل انك تحط صورة مصغرة حق صورتك، نفس صورة شكلك اللي انت منتشر لك الفيديو. تفتح قناة على اليوتيوب. حلو. طبعا لما تفتح قناة يبيلك تفتح ايميل على الجيميل عشان تفتح قناة على اليوتيوب. بعدها تضغط الرابط اللي موجود في الوصف عندي تحت الفيديو، رابط تحصلونه، اضغط عليه تلاقي هذا موجود فيه عملية تقديم شكوى حول خصوصية. طبعا هذه حق شركة اليوتيوب نفسها، يعني مو موقع من برا او شيء، لا. تحط اسمك الاول، اسمك الثاني، طبعا هذه كلها خاصة يعني ما حد يقراها، مكتوب الكلام هذا كله وتقراه على راحتك يعني. وهذه 48 ساعة. شوف مثل ما 48 ساعة، بس لا الصراحة بالأمانة قبل 48 ساعة، خلال 20 ساعة اللي شفته يشيلونه المقطع، بس يعطون 48 ساعة، يعطون حق نفسهم مهلة اوريدي. يعني تكتب اسمك، تكتب اسم الثاني، البلد اللي انت فيه. طبعا انا في تايلاند في بانكوك، موجود مثلا اوريدي موجود خلقات. هذا الايميل اللي سويته انا كذي اي شيء حق صاحبتنا اللي هي شيماء، بس عشان فتحت لها القناة في هذا الايميل. حلو. وهذا الرابط يقول كذلك من عنوان هذا تحط الرابط القناة اللي فضحتك، القناة اللي نشر لك مقطع فيديو. اوكي، وهنا تحط الرابط مال الفيديو اللي انت طالع فيه او انت طالع فيه. نرجع نكمل الباقي، خلنا عشان نضيع. اوكي، خلينا نقول مثلا فضيحة فتاة مغربية، خلينا نقول كمثال. طبعا هذا مثل هذا الأثول اللي فاتح قناة ويفضح خلق الله لا يوفقه، زين نقولوا آمين. هذا نيجي هني. طال عمركم طبعا لازم أهم شيء يكون عندكم جهاز لابتوب ولا كمبيوتر عشان تمشي الأمور معكم مثل ما قاعد أقول لكم بالضبط. تنسخ هذا كوبي، بعدين تروح على وين، على هذا رجاء، هذا حق القناة تحطها كذي. اوكي، بعدين يقولك رجاء تضمين عنوان URL المقطع الفيديو مع هذا حق المقطع اللي احنا اللي في صورتك او صورتك من غير اذنك طالع الفيديو منتشر. نرجع للفيديو، مثلا خلينا نقول الفيديو هذا نمبر 1 في كليتبن ما علينا. المهم من هذه خلينا نقول هذا المقطع. اوكي، ناخذ الرابط كوبي، زين نرجع على هذا رجاء تضمين هذا المكان حق المقطع الفيديو. إذا نسخ مستخدم آخر فيديو إشعار اتهام مدري شنو ما داعي هذا. المهم شو نكتب هنا، نحط وين يتم بث صوتي، يتم عرض صورة طفلي إذا كان عندك عيال ولا شيء، هذا ما لنا شغل. يتم عرض صورتي. أوكي، يتم عرض صورتي في الفيديو. رجاء تحديد موضع ظهور المحتوى. محل المشكلة داخل مقطع الفيديو. أوكي، داخل العنوان ولا الوصف الفيديو
داخل مقطع الفيديو ولا داخل خلفية القناة؟ وين تبي؟ شنو مشكلتك؟ احنا عندنا مشكلة، خلينا نقول داخل مقطع الفيديو، خلينا نقول هذا. اوكي، هني حاطين لنا الكلام هذا. اذا حددت عنوان اللي هو اللي حطينا الرابط اللي فوق اللي نسخناه توا كله متعدد الابلاغ عنه، فيرجى مساعدة في استيعاب مشكلتك. يعني يقول لك نستيعب استيعاب مشكلتك عشان نفهم شنو تبي بالضبط، عشان لا تضيعنا. حدد وين بالضبط الصورة مالتك بالفيديو علشان ندش على طول مباشرة، ما نقعد ندور، احنا مو فاضيين لك يعني. فقالي لك المشكلة الكلام هذا من خلال نقرأ إضافة حق الإضافي من الخرابيط هذه. في أي منطقة الفيديو ظهر المحتوى محل المشكلة. في أي مقطع، خلينا نقول نرجع لمقطع الفيديو حق البنت هذه مثلا. خلينا نقول هذا هني مثلا. خلينا نقول هني 0 نقطتين فوق بعض 0.6. اوكي، انا شو اسوي عشان ما اخربط؟ اخذ هذا، تقدر تسوي نقطتين بس ما لك خلق صراحة. هذا اول شيء، هذا احطه هني. اوكي، احط 0 مكان هذا 16. اوكي، عشان يدشون على طول على المكان اللي انا محدده لهم بالضبط وين. اوكي، هل تم نسخ المحتوى من قناتك الخاصة او مقطع الفيديو؟ عاد انت شوف، ممكن ناس بايقين من قناتك، هذا يشمل كل شيء، مو بس انه واحد ناشر فاضحك، لا، ممكن واحد انا مسوي قناة، واحد باقي مواد من عندي من قناتي وراح نشرها، فتحط هذا كذي وراح يراجعون يشوفون ان انت عارض من قبل، من متى، ممكن صار لك ممكن من اسبوع، وهذا عارض من يوم، يشوفون عندهم متى بتاريخ العرض، فيحسبونها يقول لا انت اقدم شيء، انت تاريخك فانت الاصلي، هذا بايق منك، فيعطونا حذف، يحذفون الفيديو من عنده. فاحنا شنو نقول؟ هل تم نسخ المحتوى من قناتك؟ لا، ما عندنا قناة، هو نسخه شو اسمه من اي برنامج ثاني، فنحط لا انا الوصي القانوني للطفل، ما ادري شنو معنى هذا، مو تحط كذي. اوكي، يعني تكتب لهم، يفضل انه في الانجليزي تكتب لهم الجملة هذه، بس عشان ما تعرف انجليزي اكتب بالعربي الفصحى، روح جوجل ترجمة جوجل. اوكي، وحطها هنا مثلا، خلينا نقول روح ترجمة جوجل، ترجمة فورية. اوكي، خلينا نقول الرجاء حذف هذا الفيديو، تم نشره بدون إذن مني، وهذا انتهاك لخصوصيتي. اوكي، هذا حرفيا تمام. اوكي كذي. اوكي، هذه الترجمة. ننسخ هذه، ننسخ الترجمة. حلوين، نرجع لعملية تقديم الشكوى اللي هو هذا. حطينا، نقدر نخلي لهم بالعربي عادي، بس يفضل بالانجليزي عشان تسهل الامور لهم، عشان اقدر يترجمون ويطولونها السالفة طويلة وكذي، يكون واضحة معهم. تحط هذا لدي اقتناع حسن النية ان هذا المحتوى ينتهك خصوصيتي، وانه لم يتم تحميله باذن مني او بموافقتي. الكلام اللي كتبته تو انا بالترجمة بالعربي الفصحى علشان يترجم معاك مضبوط في الانجليزي كذي. بليز ديليت ذيس فيديو، ما ادري شنو. المهم تحط هذا كذي، بعدين تحط انا اقرب صحة المعلومات، بعدين نعطيه ارسال، ثم لحظة طيارة شنو طلع لنا، عندنا مشكلة.
في شي غلط، في شي غلط، غلط. نسيت، شوف شلون نسيت. خلينا نقول يعني نسيت احط الاسم. شوف خلينا نقول شيماء. خلينا نقول بتايا. اوكي هذا نسيتها. اوكي شكرا على رسالتك. ترى نقدر تنبيهنا هذا وخرابوط هذا الكلام كله ما يوكل خبز. وبنروح على الايميل. طبعا هو انا مسويه من اول اوريدي يعني، بس بوريكم الرسالة اللي تجيك. شوف هذا البريد الوارد. الحين وصلنا بريد وارد من عندهم. اوكي مرحبا شيماء، تؤكد هذه رسالة إلكترونية لتلقينا شكوى خصوصية للمحتوى التالي. الكلام هذا لتاحت فرصة للقائم بتحميل إزالة مقطع الفيديو الخاص بها أو تعديله. الخرابيط هذا الكلام إنه بيعطونا تنبيه وكذي وخلال 48 ساعة، وإذا ما شاء هو بيتصرفون مع تصرف ثاني يلغون حسابه ممكن. طبعا هذه البنت خلينا تقول مبروك حق نفسها لاني انا الحين سويت لها شكوى بدون ما تدري. هني 48 ساعة انه راح يشيلون المقطع. فهني يرقد وامن وان شاء الله اي بنت او اي شيميل او اي ليدي بوي او اي كان معروض له فيديو بدون اذنه او شيء، حتى لو ماخذين مقطع من قناتك، انت تعبان على قناتك وشغال فيها ويجي واحد مني والطريق ياخذ المقطع هذا يا جماعة تعتبر سرقة او شيء كذي، انتهاك خصوصية. فهم ينظرون في الموضوع هذا ويشيلوك اياه خلال 48 ساعة. ولا تنسون لنا اللايكات، نبي لايكات ونبي شير ودعواتكم يا جماعة. شكرا لكم. معكم أبرار بولند، أحلى شيميل في بانكوك. طبعا أنا. أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.